دولة فيها 60 مليون شاب مش عارفة تطلع 6000 لعيب زي محمد صلاح، هو سؤال فعلا محير. ولكن الإجابة أنا عارفها كويس وأعتقد كلكم عارفينها، بس يمكن هقولك في الفيديو ده شوية تفاصيل ممكن تكونش واخد بالك منها قوي. أنت تعرف إن إحنا في المهارة قريبين جدا من لعيبة البرازيل؟ ودي مش إحصائية ولا حاجة، دي رزعة مني أنا، بس ده من اللي أنا شفته، ده من اللي أنا عاصرته، من الحكايات اللي هحكيها لك دلوقتي. انا واحد من الناس كنت بلعب كوره وانا صغير، وكتير مننا بيلعب كوره. يمكن انت بتتفرج على الفيديو بتلعب كوره وانت صغير، يمكن انت اصلا لسه صغير، في كتير غيرك بيلعب كوره وزمايلهم حتى بيلعبوا كوره. مش شرط نكون احنا لعيبه جامده، لكن اكيد شفنا حوالينا لعيبه جامده قوي قوي قوي، ولو خدت فرصه كان زمانها في اجمد الانديه، مش هقول لك في مصر، يعني بتلعب في انديه في اوروبا. يعني انا مثلا على سبيل المثال لعبت مع لعيبه كتير وانا صغير، وكلهم لعيبه، كل واحد فيهم عنده مهاره شكل غير الشكل. لعيبه زي بالظبط اللي بيتفرج عليهم في اوروبا، ما هي نفس العين اللي شافت اللعيبه دي، هي نفس العين اللي بتتفرج على اللعيبه بتاعت اوروبا، هي نفس العين برضو اللي بتتفرج على اللعيبه بتاعت الدوري المصري وبتعرف مين فيهم وحش ومين فيهم اوحش. هي نفس العين، عيني مش تكذب عليا. وهو ده بقى اللي مش عايزين يوصلوه لك. دايما يقول لك اصل اللعب في ال11 غير اللعب في الخمسه، غير اللعب في السته، غير اللعب في السبعه. موافق وبتفق معاك وبدوس لك لايك كمان، زي ما انت دلوقتي هتدوس لايك. لكن هي دي شغلانتك انت يا معلم، انت اللي هتعرف تدير الموهبه دي وتحولها من لعيب بيعرف يلعب في خماسي كويس للعيب كوره بيعرف يلعب في 11 ويعرف يبقى بنفس مهارته وبنفس قدراته، ما كنتش كمان تطورها. وانا بقول لك يا عم مش عايزك تطورها، انا عايزك بس تفكك من المحسوبيه ومن الواسطه والحاجات اللي احنا بنشوفها في قطاع الناشئين، تودي في 60 داهيه. يعني انا احكي لك حكايه كده عني لما رحت وانا صغير اختبارات ناشئين احد الانديه، ولا داعي لذكر اسمه لان كل الانديه على نفس المنوال، مش عشان اميزه ولا حاجه، عشان كل الانديه نفس القصه، فخد القصه دي اربطها بكل القصص. رحت وانا شاب صغير كده، عندي بتاع 11 12 سنه، وكنت يعني شايف نفسي بعرف العب كوره كويس، وما كانش عندي ادنى مشكله ان حد يقول لي لا انت بتعرفش تلعب كوره كويس. ولكن لما رحت الاختبارات اتصدمت جدا، لان انا لقيت غيري كتير قوي. شفت احمد الفيشاوي في فيلم الحاسه السابعه؟ ايه ده في مني كتير، هو ده بالظبط، في مني كتير. وعلى فكره وارد يكون عندنا لعيبه كتير جدا كويسه، ولكن مش هي دي النقطه. النقطة ان احنا كلنا اتطلب مننا حاجة واحدة بس، وهي ان انت تستلم الكورة وتشوت على الجون. طب افرض انا عندي مهارات اخرى غير التسديد على المرمى، بلاش ده، ان المدرب اللي المفروض بيختبرك ده هو واقف ما بيتفرجش عليك، هو واقف بيهس ويهزر مع اصحابه بره، ومش باصص على الملعب اساسا، لانه كده كده هو مختار لعيبته. كده كده سبوبة الاختبارات دي هي شغالة عشان النادي يجيله شوية فلوس كده كل اول صيف من بيع الاستمارات بقى والحاجات اللي بالك منها يعني. ولكن جه في ذهني سؤال كده ما كنتش عارف اجابته، ماذا لو الراجل ده هو اصلا اتفرج عليا وشافني، او اتفرج على الباقي وشافهم؟ ما هو الراجل ده هو كمان ما عندوش فكرة. وما اقصدش الراجل اللي اختبرني، انا بتكلم بشكل عام، ودي بقى النقطة التانية اللي عايز اكلمك عليها، وهي فكرة المدربين بتوع قطاعات الناشئين الموجودين في مصر. المدربين بتوع قطاع الناشئين في مصر حاجة في منتهى الفشل، وبيبروزوها لك في الميديا قد ايه ان احنا فشلة. يعني لعيب لسه معتزل اول امبارح تلاقيه واخد رئاسة قطاع الناشئين في نادي كذا. كل ده ليه؟ كل ده عشان هو كان لعيب جامد شوية. ما هي لو بالجمودية كده كان زمان مارادونا ده أعظم مدرب في العالم، وكان زمان بيليه أجمد مدرب في العالم، والحاجات بقى اللي بالك منها دي، بس هي مش شرط. وخصوصا إنه ما خدش أي لا كورسات ولا خد أي تدريب ولا خد أي حاجة تعرفه يعني إيه إن هو يتعامل مع أطفال في السن ده. مع إن إحنا لما بنروح في أي شغلانات في الدنيا غير قطاع كرة القدم تلاقي إن بيطلب منك الكورس الفلاني والكورس العلاني وشهادة الخبرة الفلانية، وده المفروض ان هو يحصل. بس في قطاع كرة القدم الموضوع مختلف تماما، كل واحد بقى على حسب هو كان ليه معارف مين وهو لسه بيلعب، وظبط مع مين وهو لسه بيلعب، عشان لما يخلص يقعد مستريح وياخد له القرشينات كل اول شهر وخلاص. ولكن هو بيشتغل على نفسه ازاي؟ لا. ويجي يقول لك اصل المرتبات بتاع قطاعات الناشئين والمدربين بتوع قطاعات الناشئين قليلة. عندك حق فعلا هي قليلة، بس اللي انت خدته في الكورة مش قليل. اشمعنى انا لما بكون مواطن عادي مدني مطلوب مني ان انا اخد كورسات واشتغل على نفسي، وانا اصلا معيش حاجه تسند عليها من قبل كده، انما انت على الاقل معاك حاجات تعرف تتسند عليها.
ولكن انت بتستغلش ده وبتاخد الطريق الاسهل وتقول انا يا عم الدوله مش موفره لي وانا الدنيا مش ظابطه معايا، فانا خلاص يا عم هاخد ايه قطاع ناشئين احد الفرق واقعد ادرب العيال كده، اعلمهم تقسيمه واعلمهم مش عارف ايه وخلاص الموضوع انتهى على كده. وبعيدا عن التاكتكس اللي ممكن تكون حتى وانت لعيب اصلا ما كنتش فاهمها من المدرب بتاعك، وكنت بس بتنزل تعجن في ارض الملعب وكانت الدنيا ماشيه، لان احنا الدوري بتاعنا كده كده دوري كله ماشي، فكانت الدنيا ماشيه وبتمشي معاك، فانت عايز تطبق نفس الفكره مع نفس الاجيال اللي طالعه جديد، فده منتهى الفشل. وده برضو هيجرنا لنقطه ثالثه برضو في نفس السياق، وهي فكره ان انت حتى لو معاك لعيبه جامده انت هتعمل بيها ايه؟ ما انت معاكش المدرب الجامد اللي يشتغل على اللعيبه الجامده دي. يعني انا افتكر وكلنا عارفين ان احنا معانا جيل تاريخي في منتخب مصر، اللي هو بركات وابو تريكه وشيكابالا وائل جمعه واحمد حسام ميدو وي وعماد متعب، وكتير قوي كتير قوي لان انا هنسى اسمائهم من كتر ما هم كانوا كتير جامدين. وفي لعيبه كمان كانت موجوده جامده وما كانتش بتشارك، زي عمر جمال بقى وعبد الله السعيد ووليد سليمان وغيرهم. اللعيبه دي كلنا عارفين ان هي كواليتي عالي في الكوره، يعني اللعيبه دي الكواليتي بتاعها عالي، لكن احنا بقى معانا اهو لعيبه جامده، عملنا بيهم ايه؟ وصلناهم لاكبر انديه اوروبا؟ لا طبعا، كله بيبقى ضربه حظ، لاننا ما اشتغلناش على اللعيبه دي في شويه الحاجات اللي ناقصاهم، اللي ناقصه بدني واللي ناقصه منتاليتي واللي ناقصه حاجات كتير قوي، وخصوصا المنتاليتي دي، لان احنا شفنا في الفتره دي خصوصا من الجيل ده لعيبه كتير قوي ما كانت تقول لك يا عم انا هسافر ليه؟ اتغرب ليه؟ غير بقى اللي سافر وعمل مشاكل بره وخرب الدنيا ما بين دربيات، طبعا كلنا عارفين احنا بنتكلم على مين. فهو ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط، ان قطاعات الناشئين اللي موجوده في مصر عمرها ما هتفرز لك لعيبه بالوضع اللي احنا موجودين عليه ده. فتعالى بقى اجرك لمرحله تانية هي ملهاش مكان هنا، ولكن انا قاصد ان انا اجيبك فيها، وهي حته ان احنا كلها دلوقتي بقت ابناء عاملين. الفن بقى ابناء عاملين، والكوره كمان بقت ابناء عاملين، بيحفظوا اللعيب ازاي يبقى لعيب كوره بالعافيه. مش شرط عشان انت كنت لعيب كويس يبقى ابنك لعيب كويس وحفيدك لعيب كويس وحفيد حفيدك لعيب كويس. الموضوع ده ما بيحصلش في الدنيا غير في مصر، يعني تلاقي يوسف سيد عبد الحفيظ وتلاقي احمد ياسر ريان ومصطفى شوبير وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وكتير كتير. ومش بقول ان اللعيبه دي وحشه ومش بقول ان اللعيبه دي حلوه برضو، انا بقول لك ان ده الشكل اللي بقى موجود فيه شكل الناشئين في الدوري المصري، كلها بقت كده. وكله مسك في حته الاستثناء ان حازم امام ابوه حماده امام فطلع حازم امام لعيب كبير. يا حبيبي والله دي ما قاعده، مش عشان استثناء نجح يبقى احنا نثبته قاعده، ده ما ينفعش. مش لازم عشان انت كنت لعيب كويس تخلي ابنك ماشي في نفس السكه بتاعتك ويفضل يبقى لعيب كوره. ممكن يبقى محاسب كويس، ممكن يبقى محامي كويس، ممكن يبقى مهندس كويس، انما انت بتجبره ان هو يبقى لعيب كوره وهو مش عارف يبقى لعيب كوره. وده هيجرنا للنقطة الأخيرة، إن ليه أصلا اللعيبة الكبار دي عايزة أولادها يبقوا لعيبة الكورة زيهم؟ وطبعا الإجابة كلنا عارفينها، وهي إن اللعيبة بتقبض كويس جدا جدا، فهو عايز ابنه يعيش برضه نفس الفكرة، إن هو يقبض كويس ويعيش مرتاح، وأنا كده كده هعرف أظبطك هنا وهزقك هنا، وأنا كده كده عرفت الزتونة وعرفت الدنيا ماشية إزاي، فأنا هشربها لك بالمعلقة يا حبيبي وهتبقى لعيب كورة بالعافية. وده للأسف الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم عليها، ان احنا اصلا المرتبات اللي موجوده في الانديه دلوقتي مرتبات كبيره جدا 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 مقارنه باللعيبه بتقدمه، مقارنه بمستوى الدوري المصري. اصلا اللعيبه دي عشان انت تاخد منها منتج لازم يكونوا بيلعبوا في انديه اوروبيه محترمه، عشان يبقى عندك منتخب شبه منتخب المغرب، كله لعيبه جعانه كوره اتمرمطت وكافحت وكلت الطين لحد ما بقت اسم ولعيبه كبيره. انما دلوقتي اللعيب على الجاهز بيتعب سنه سنتين وهوب انا بقيت نجم الفرقه اللي ما فيش مني اتنين، وهلعب عشان انا كونت صيت جماهيري وظبطت مع بتوع السوشيال ميديا وظبطت مع الجماعه الصحفيين وخلاص محدش يقدر يتكلم معايا. وهو ده ملخص اجابه السؤال بتاعت ليه دوله فيها 60 مليون شاب ما فيهاش 6000 لعيب كوره زي محمد صلاح.